يا مساء الخير عليكم، حلقة جديدة وسيشن جديدة بودكاست فري ثيرابي. بقى نسكافيه ويلا بينا. فكرت اخلي السيزون الجديد يبقى عبارة عن سلسلة حلقات متصلة، كل حلقة بتجاوب على نفس السؤال: ليه اروح لدكتور نفسي؟ ايه اللي يخليني افكر ارجع لثيرابيست علشان يحللي مشكلتي؟ كل حلقة هنجاوب على السؤال ده بس اجابة مختلفة. النهاردة هنتكلم عن موضوع، او الحقيقة هما موضوعين مرتبطين ببعض جدا: العشم والخذلان. فعنوان الحلقة بقى اتعشمت فاتخذلت. خلينا أولا نعترف إن الخذلان شيء بشع، تقيل قوي على القلب، والأتقل لما تتخذل من حد انت كنت حاطه في مكانة عالية جدا غير أي حد، وكأنه حالة استثنائية. تعشمت فيه وتعشمت إنه يفضل موجود وما يبعدش مهما الكل فرقك. في الأغلب ده بيحصل بعد ما تكون انت اتخذلت من ناس كتير قوي بس ما فرقوش معاك، لكن بيفرق حد واحد، هو العلاقة الأهم والأقوى في حياتك. ولما بتتخذل من الشخص ده تحديدا بتتأكد وقتها إن مفيش أمان في الدنيا تاني، ومش هتثق في حد. وبنسبة كبيرة الموقف ده أو فكرة إنك تتخذل من حد بيبقى هو سبب أزمة الثقة اللي انت بتعيش بيها عمرك كله، وبتلف بسببها تتعالج عند دكاترة نفسيين. في الحلقة دي أنا هتكلم عن نموذجين. أول نموذج: بنت اتكونت عندها عقدة من صغرها من الحب والارتباط، من الآخر كده من الجنس الآخر الرجالة. العقدة دي اتكونت بسبب إنها شافت نماذج حواليها سلبية قاسية، شافت الأب والأم هما بيتخانقوا، بيبقى فيه ضرب، فيه إهانة، والجديد دلوقتي فيه جرايم وفيه قتل. فكل الحاجات دي خلتها بني آدمة خايفة تجرب، خايفة تحب، خايفة تتحب، لا تكون قصتها نهايتها نفس نهاية القصص اللي هي شافتها. لحد ما بيجي شخص، طبعا الشخص ده بيجي بعد سلسلة من الرفض التام منها لأي حد، بيدخل عليها بقى من سكة: أنا غير أي راجل انت عرفتيه في حياتك، أنا اللي هغير لك وجهة نظرك في الرجالة، انسي أي حاجة شفتيها قبلي ونبدأ مع بعض من أول وجديد. بصراحة الدخلة دي بتمشي جدا مع البنات اللي ما عندهاش خبرة الساذجة إلى حد ما، اللي خبرتها في العلاقات سماعي، ما عاشتش حاجة حقيقية، مجرد بس بتسمع من اللي حواليها. وللأسف انتوا كرجالة بتعرفوا تصطادوا كويس قوي البنت المهزوزة اللي عندها عقد شوية، اللي عندها أزمة ثقة كبيرة في نفسها وفي اللي حواليها، بتصطادوها وتعرفوا تلعبوا عليها كويس قوي. فالمهم البنت اتعشمت وحبت وتعلقت، وطبعا كلنا عارفين ان هي كانت ايه، مش نهاية طبيعية للعلاقة، هو اختفاء تام، جوستنج بتاع اليومين دول، كأنه ما جاش، اختفى من حياتها مرة واحدة كأنه ما جاش حياتها. هي في موقف زي ده هي مش بتتخذل أو بتتصدم، هي بتتجنن، تقعد تسأل نفسها ازاي ده حصل، أنا ازاي ما كنتش واخدة بالي من كل ده. من موقف زي ده بيتكون عندها عقدة إن هي مش هتفتح الباب تاني، لأن الشخص الوحيد اللي أنا اتعشمت واديته الأمان إن هو يطمني من تاني خذلني. تعدي سنين ويجي الشخص الصح، بس طبعا كلنا عارفين بيجي في أنهي وقت، الوقت الغلط. الأستاذة اتعقدت، قفلنا الباب، مش هنفتحه تاني، مش هنحب تاني. فللأسف نسبة كبيرة من الرجالة كويسة بتدفع تمن غلطة رجالة مش كويسة. افتح قوسين بقى، حط كل الألفاظ والمسميات اللي انت عايزها. وهكذا 60% من عقد البنات بتحصل بسبب علاقات شبه كده. السؤال هنا: الغلطة عند مين؟ الغلطة عند البنت، البنت اللي صدقت الكلام اللي اتقال لها من أغلب الناس اللي حواليها، ولا إنها اتعشمت في حد وأمنت له واطمنت له بعد ناس كتيرة قوي خذلتها؟ ولا الغلطة في الراجل اللي ما صدق إن هو يلاقي بنت شخصيتها مهزوزة أو ضعيفة شوية علشان يلعب عليها؟ ولا الغلطة في الناس اللي كان كل همهم إن هم يشتكوا ويحكوا مشاكلهم، ما أخدوش بالهم إن هم كده بيعقدوا بنت لسه في بداية حياتها؟ أنا هنا بكلم البنت، تندميش إنك صدقتي وتعشمتي وحبيتي،
وبعد كده اتخذلتي. كلنا بنتخذل، أي شخص وارد يتخذل ويخذل من غير ما ياخد باله. بس الأهم نفكر في اللي جاي، نحاول ازاي نتعافى من اللي حصل عشان نبقى جاهزين ومستعدين نختار صح لما تيجي الفرصة الحقيقية، زي كده الراجل الصح اللي بيجي في الوقت الغلط. وقبل كل ده متسمحيش أبدا لحد يعقدك، متسمحيش لحد يعيش لك تجربتك ويجي يديك ريفيو عنها. لازم انتي اللي تعيشي وتجربي بنفسك، على الأقل لو قفلتي الباب يبقى جربتي السبب. دكتور أحمد خالد توفيق كان عنده جملة بيقول: لو لم أجازف وأقترب لظننت أن شيئا جميلا ينتظرني. فما تندمش ان انت جربت، اندم لو ما جربتش. بقي نسكافيه. يلا بينا. النموذج التاني هبدأه بسؤال: خذلت حد قبل كده؟ احنا ممكن نخذل ناس من غير ما ناخد بالنا. هبدأها بمثال صغير وبعدين نصعد الأمور مع بعض. واحد صاحبك النهاردة عيد ميلاده، اوكي، الساعة عدت 12 لحد ما وصلنا اليوم اللي بعده. انت فين وفين لما افتكرت ان انت تبعت له مسج كده على واتساب وخلاص. هو بقى كان مستني منك فيديو وفيه صوره وعليه أغاني وحركات اللي احنا بنعملها دي، انت ما اهتمتش، أو فضلت مقتنع بأن اللي في القلب في القلب، مش لازم أكتب كلام كتير، مع أن هو لغة الحب بتاعته words affirmation أو التأكيد بالكلام. على فكرة بمناسبة موضوع لغات الحب ده، انت لازم تتعامل مع الشخص اللي قدامك بلغة الحب بتاعته هو، مش باللغة بتاعتي أنا. يعني ممكن سنة ما نبقاش أنانيين ونفكر في نفسنا بس، أوكي، هنبقى نتطرق للموضوع ده لما نتكلم عن الحب أو لغات الحب. رجوعا للموضوع، فهو بكده شايف ان انت خذلته، كان مستني منك حاجة كبيرة قوي وانت قدمت له حاجة صغيرة قوي وبخلت عليه. نصعد الأمور، حصلت لك أزمة كبيرة جدا. انت متوقع مين الناس اللي تبقى أول حد جنبك؟ الناس دي ما كانتش موجودة، اكتفت بمكالمة تليفون باردة جدا ما فيهاش لهفة ما فيهاش مشاعر. وناس تانية خالص هي اللي كانت جنبك ومعاك طول الوقت. اتخذلت من ناس بس اتنصفت من ناس تانية. وعن تجربة والله، الحب والتقدير الغير متوقع من بعض الناس بيضغي على إحساس الخذلان من أي صاحب قريب. بس بعد الموقف ده انت رد فعلك ايه؟ أنا شايفة اكس. في مثل بيقول: اعرف صاحبك وعلم عليه. مش هنقطع معاه خالص، بس خلاص احنا عرفنا ان هو ما كانش جنبي في الموقف الفلاني، فمش هستنى منه اي حاجة، مش هتعشم في نفس الشخص ده تاني زي ما كنت متعشمة فيه قبل كده علشان ما يخذلنيش تاني. كنت دايما بسمع جملة يا بخت من قدر وعافي. كنت بستغرب قوي، هو انا ازاي ممكن اسامح حد اذاني بالشكل ده؟ اغلب المواقف اللي فاتت دي كانت اذى غير مباشر، بس في اذى مباشر، في ان انت ممكن تأذي حد، تقوله كلمتين انت عارف كويس قوي ان هم هيأذوه وهيوجعوه. ممكن تأذي حد في شغله، كله الا الأذى في الرزق يا جماعة، انتوا متعرفوش ده عقابه عند ربنا عامل ازاي. فازاي حد يأذيني الأذى ده وراجع بعد كده عايزني اسامحه ولا كأن في حاجة حصلت، ويبقى قلبي اسود قوي لو رفضت؟ انت اللي اناني قوي. في مواقف ما بتعديش خلاص، نقطة ومن أول السطر. أنا ممكن أسامحك علشان سلامي النفسي وأماني أنا وأكون مرتاحة من جوايا ومش تعبانة، لكن أسامحك ونرجع زي الأول وترجع تأذيني تاني، اللي بيأذي مرة ممكن يأذي 1000 مرة على فكرة. تعرفين المصيبة فين؟ المصيبة إن الشخص المؤذي ما بيبقاش حاسس إن هو مؤذي، ما بيبقاش مدرك بشاعة تصرفاته. فالشخص المؤذي، خليني أحطك قدام حقيقة نفسك اللي هي بالمناسبة قد كده. انت متخيل يعني ايه بني آدم يبات بيعيط بسببك؟ متخيل يعني ايه شخص يلف سنين على دكاترة عشان يتعافى من أذى انت سببتهوله؟ متخيل يعني ايه حد قلبه يوجعه، ثقته في نفسه تتهز بسبب كلام انت قلته كنت قاصد تصغره في عين نفسه؟ فاكر ان هو ما تأثرش بالكلام ده، بيقعد طول الليل يقول هو ازاي طلع مؤذي كده، انا ازاي ما خدتش بالي،
إزاي كنت سايب نفسي على طبيعتي وهو ما كانش أمين على مشاعري. أنا دايما بدعي ربنا، يا رب ما كنش سبب في أذية أي حد من غير ما ياخد بالي، يا رب ما حدش يبات ليلة واحدة زعلان بسببي. مفيش أوحش من إحساس الخذلان، مفيش أوحش من إنك تخذل بني آدم. فيا رب يبعدنا كلنا عن ده وما نكونش سبب في أذية أي بني آدم ولا نشيل ذنب أي حد. يبعد عننا كلنا وجع القلوب. بقين نسكافيه بقى عشان نبلع الكلام ده منك لله. مش قلتلكوا فرط حركة؟ طب اتعامل ازاي مع الخذلان عشان ما تكسرش تاني؟ هل ابطل اتعشم في الناس؟ لا، لا، لا. لازم تفصل الشخص عن الدرس. مش كل الناس تتحط في نفس الخانة. لازم تعرف كويس انت بتدي مشاعرك لمين، ومين يستاهل ومين ما يستاهلش. ومش كله يستاهل قلبك زي ما كانت هند صبري بتقول. ولازم تصدق ان مش كل الناس وحشة. زي ما في وحش في حلو. في ناس الحياة اختبرت لك أمانهم وجدعنتهم في مليون موقف، مليون، ونجحوا في المليون موقف. فخلاص الناس دي بالنسبة لك بقت مصدر قوة. ما تجيش بقى في لحظة ذبذبة من اللي بتجيلنا والانسكيورتيز اللي عندنا نيجي نقطع مع الناس دي. وكل ده ليه؟ علشان أمانك انت وسلامك النفسي. والله العظيم صدقني. بقين نسكافيه. في دروس ربنا بيبعتها لنا عشان نتعلم منها، مش عشان نمحي الجزء الحلو اللي فينا. وارجع واقولك تاني، لو راحتك في ان انت تسامح الناس اللي اذتك عشان تعيش في سلام، اعمل كده علشانك مش علشانهم. لكن تفضل محافظ على مساحة آمنة بينك وبين اللي قدامك عشان ما تتكسرش تاني. عادي اني اغلط، بس مش العادي اني اكرر الغلطة تاني بنفس التفاصيل ونفس النهاية. ده يبقى غباء، غباء والله. حاجة مهمة أخيرة بس للأسف مش كلنا نقدر نعملها. يا ريت لو كلنا نقدر نختار الناس الصح، نختار نتعشم في مين، نقرب من مين، نحب مين وما نحبش مين. احنا كلنا جوانا خير، لازم نبقى عارفين. كلنا جوانا صدق وطيبة وحب، وبرضه جوانا مشاعر وحشة. الشاطر مننا اللي يعرف يوجه الشعور للشخص المناسب. يعني ما تديش الخير اللي جواك لشخص ما يقدرش. خليك مستقبل أكتر من إنك مرسل. يعني استنى اللي قدامك يقدم، وعلى قدر الفعل يكون رد الفعل. طبعا أغلبنا ما بيبقاش مدرك قوي كده وما بيبقاش عقله صاحي وهو بيحب. بس يا ريت لو نفوق وتكون خيباتنا المتكررة دي درس لينا ونتعلم منه. آخر بقين نسكافيه. يلا لآخر جزء في الحلقة. مطلوب حبيب. لو عايزين تاخدوا سكرين شوت اوكي. ميزة الكتاب ده هو تقريبا على حد علمي الكتاب الوحيد اللي كان كاتبه الشاعر محمد إبراهيم. ده شاعر أنا بحبه جدا، عندي ليه تقريبا 3 دواوين قريتها كلها. بيكتب بالعامية، تحس إن الكلام قريب جدا ليك كنت حاسه فعلا وعيشته بجد قبل كده. فلما فكر إن هو يكتب كتاب مش ديوان شعر، فعمله برضو باللغة العامية. وانت بتقراه تحس إن انت بتتسلى، بتقضي وقت فراغ بس بشكل مختلف ولذيذ. يلا بينا. قبل ما توعد حد وتمضي معاه عقد شفهي بناء على اللي بتقوله، خد بالك لأن كل سطر خارج من لسانك بند هتبقى ملتزم بيه بعدين. ده طبعا لو انت بتتعامل مع الناس على انك انسان محترم. الحلقة خلصت. انا عارفة ان هي قلبت دراما شوية، بس احنا بنتكلم في موضوع واقعي، حاجة احنا كلنا عايشينها. وللأسف الواقع بيبقى أوحش وأبشع من اللي احنا ممكن نشوفه في أفلام أو مسلسلات. فلو كنت دوست على جرح كل حد بيسمع أنا أسفة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير وسبسكرايب لتشانل اليوتيوب. لو حابين ان انتوا تسمعوا البودكاست اوديو فهتلاقوا لينك سبوتيفاي في الديسكريبشن. كمان هتلاقوا بيج الفيسبوك وبيج الانستجرام بينزل عليها ريلز من وقت للتاني، برضو ممكن تخشوا تبصوا عليها في الديسكريبشن اللينك بتاعها. وبالمناسبة أنا مبسوطة جدا جدا من رد الفعل الحلو قوي اللي جالي على الحلقة اللي فاتت. يا رب كل الحلقات كده تعجبكم. كنت معاكم أنا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. هتوحشوني قوي وتصبحوا على خير.